السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى دائما يكون في المستوى وينال الإعجاب ديال جميع المشاهدين. كما عودتكم دائما، بالنسبة للإخوة والأخوات اللي أول مرة غيشاهدوا القناة ما يبخلوش علينا بالضغط على زر الاشتراك، وأيضا واحد التعليق ولو بسيط جدا باش يخلينا دائما نجيب لكم كل ما هو جديد وهادف. على بركة الله نبدأ. بالنسبة للفيديو اللي غنتكلم عليه اليوم فيديو رياضي 100%. يتعلق الأمر بالجمع العام وانتخاب رئيس جديد لنادي الرجاء البيضاوي. كما كنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي عانى الأمرين من خلال النتائج السلبية اللي حصل عليها في هذه البطولة، وأيضا الإقصاء ديالو من الكأس ديال الأندية البطلة. هذه كلها ساهمت في خلق واحد التوتر وواحد الانقسام من خلال الجماهير الرجاوية اللي تحدثت عن أشياء مهمة، وعن اختيار رجل يمكن أن نسميه المنقذ. هذا ما جاء اليوم من خلال الجمع العام وانتخاب رئيس جديد لنادي الرجاء العالمي. أول شيء نعطيكم فكرة على المرشحين لخلافة البدراوي اللي قدم الاستقالة ديالو. بالنسبة للمرشح الأول غني عن كل تعريف، محمد بودريقة من مواليد 29 غشت 1983 بمدينة الدار البيضاء. هو رجل أعمال مغربي ترأس نادي الرجاء الرياضي منذ سنة 2012. حاز مع النادي على عدة ألقاب أبرزها الوصول بالنادي المغربي لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2013 الذي نظم في المغرب، إضافة إلى الفوز بدرع الدوري الاحترافي موسم 2012-2013 وكأس العرش المغربي سنة 2012. بالنسبة لمحمد بودريقة كما كيعرف الجميع عنده العديد من الالتزامات، لا من خلال كرة القدم ولا منصب بالحزب ديالو اللي كثير من الأمور تحدث، ولكن بودريقة عنده واحد الحب للرجاء وعنده إلمام بكل ما يروج له من خلال العديد من المنصات الإعلامية، وأيضا من خلال الجماهير الرجاوية التي تقول بأن اختيار بودريقة سيكون له الأثر السلبي على فريق الرجاء البيضاوي. وأيضا اختيار بودريقة راجع إلى تخبط فريق الرجاء البيضاوي في العديد من المشاكل اللي ساهمت في خلق واحد النتائج سلبية لهذا الفريق العالمي اللي صراحة فريق الرجاء البيضاوي كنا أغلب المباريات اللي كنا كنشاهدوا، لا المباريات الحالية ولا الجيل القديم ديال الرجاء البيضاوي، كانوا لاعبين اللي كيموتوا على القميص ديال الرجاء، وكان كتبان النتائج الإيجابية من خلال الفوز بالكؤوس الإفريقية، من خلال التأهل إلى كأس العالم ووصيف بطل العالم، وأيضا البطولات حدث ولا حرج. كنا ننبهر بالمستوى الرائع لفريق الرجاء البيضاوي. كما تكلمنا فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي عنده تاريخ، عنده لاعبين كبار، عنده أسماء اللي وصلت إلى العالمية، لاعبين اللي كانوا أغلب هم كيشكلوا الفريق الوطني. ما يمكنش نساو ولو نتكلموا على الرجاء في بضعة أسطر. فالرجاء البيضاوي فريق عالمي عنده جمهور قوي جدا، جمهور اللي يحب فريق الرجاء ويعشقه إلى حد الجنون. ولكن كما قلنا فهناك العديد من الأشياء اللي من داخل المكتب أو خارجه أثرت على مردودية اللاعبين. كنا كنشاهدوا رجاء
عالمي، كرة اللي برازيلية. الرجاء كان كيخلع جميع الفرق الوطنية وأيضا الإفريقية، ولكن هذا الموسم شاهدنا واحد المستوى اللي هزيل ورديء جدا، من خلال مباريات اللي يمكن لنا نقول بأنها دون المستوى. ما هي الأسباب اللي ساهمت في تدهور نتائج الرجاء؟ ربما هذه النتائج كلها كتعود إلى المشاكل اللي كاينة في المكتب المسير. أيضا ربما الرجاء وقعت في الشيء الخطأ، وهو أنها قامت باستعارة أو بيع أغلبية اللاعبين اللي عندهم مستوى رائع جدا، قامت ببيع هاد اللاعبين أو استعارة ديالهم لفرق أخرى، وهذا الشيء اللي أثر سلبا على نتائج الرجاء. الأهم بالنسبة للمنافس الثاني البودريقة، وهو سعيد حسبان من مواليد 1974، أيضا بمدينة الدار البيضاء. هو سياسي ورجل أعمال مغربي تولى رئاسة الرجاء المغربي منذ بداية موسم 2016 خلفا لمحمد بودريقة إلى سنة 2018. فاز مع فريق الرجاء بلقب كأس العرش محتلا المركز الثالث في البطولة الوطنية المغربية. يعني هناك تنافس، هناك أشياء مشتركة بين بودريقة وسعيد حسبان، اللي بجوج كانوا يعني سبق لهم أن يعني سيروا فريق الرجاء البيضاوي. يعني هاد بودريقة وسعيد حسبان يمكن نقول بأنهم كان عندهم يعني فكرة، وكانت عندهم تجربة خاضوها مع فريق الرجاء البيضاوي، ولكن الآن الأمور تغيرت بشكل كبير، ففريق الرجاء البيضاوي أصبح يعني فريق عالمي، ولا يمكن بالنسبة للمكتب المسير خاصة رئيس النادي أنه فقط يتزعم المبادرة كرئيس ولا يقوم بالدور المنوط له. بالنسبة لسعيد حسبان ولا بودريقة، عندهم أفكار اللي أرادوا باش يطبقوها على فريق الرجاء البيضاوي. عندهم أشياء اللي ربما تكون إيجابية لهذا الفريق اللي كنبغيو فريق الرجاء البيضاوي يبقى دائما في الطالعة، يبقى دائما فريق قوي. ما بغيناش الناس يجيو فقط من أجل المال، لأن أغلب المسيرين كيجيو لفريق الرجاء العالمي على حساب كل ما هو مادي. احنا ضد هذه الأفكار، نحن مع التغيير ومع النتائج الإيجابية لهذا الفريق العالمي. ما بغيناش نضيعوا فريق اللي بمستوى الرجاء. كاين مشاكل كبيرة اللي عانى منها الرجاء، ولكن كل المشاكل عندها حلول. فقط يعني يمكن لنا أن نرجع فريق الرجاء البيضاوي إلى القمة، ولكن بتضافر الجهود، بالابتعاد عن الآن، بحب قميص الرجاء البيضاوي، بالتضحيات، بالعديد من الأشياء. يمكن لنا نعيد صياغة وتكوين فريق الرجاء العالمي من جديد، ونساعده باش يرجع إلى القمة. ولكن كل هذه العوامل يمكن نكونوا على صواب، ولكن دائما بتضافر هذه الجهود، لا بالنسبة للمكتب المسير ولا الفريق، أيضا الجماهير الرجوية بما فيها المنخرطين، وأيضا رئيس النادي الجديد. يعني يمكن لنا نكون واحد الكتلة اللي تصب دائما في الاتجاه الصحيح، وهذه عوامل اللي دائما نرى بأنها
ستخلق من جديد الانسجام والنتائج الإيجابية في هذا الفريق العريق اللي يضرب له المثل ويضرب به ألف حساب في المحافل الإفريقية. العديد من الأندية تتمنى الوصول أو اللعب مع فريق الرجاء البيضاوي. يعني اليوم تم انتخاب محمد بودريقة كرئيس للنادي، وهذا يعني ماشي كان من الأشياء اللي غير واضحة، ولكن كانت آراء متضاربة لتؤكد بأن محمد بودريقة سيفوز بهذه الانتخابات، خاصة كرئيس لنادي الرجاء، مع العلم أنه تعاقب والعديد من على يعني السهر على تسيير فريق الرجاء البيضاوي. يعني عنده خبرة، عنده تجربة، ولكن أغلب الجماهير الرجاوية عندها خوف من إعادة انتخاب محمد بودريقة، خاصة أن الجماهير الرجاوية تعرف كل صغيرة وكبيرة بهذا النادي العريق. احنا اللي كنتمناو من هذا المنبر بأن فريق الرجاء البيضاوي يرجع لسابق عهده ويعطينا نتائج إيجابية، وأيضا مشاركات مشرفة خاصة في القارة الإفريقية، وأيضا في جميع اللقاءات العالمية. انتخب قبل قليل محمد بودريقة رئيسا جديدا لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خلفا لعزيز البدراوي، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقد اليوم الجمعة بأكاديمية الفريق الأخضر. وأعلن البدراوي استقالته من منصبه رئيسا للرجاء الرياضي اليوم خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي بعد موسم واحد فقط من توليه الرئاسة. وكان بودريقة وحسبان خصص الأسبوع الجاري لطرح برنامجهم الانتخابيين عبر عقد ندوات مع وسائل الإعلام ومنخرطي الرجاء الرياضي. تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء البيضاوي سيواجه غريمه التقليدي الوداد البيضاوي في نصف نهائي كأس العرش، بعدما أخرج الفريق الأخضر نظيره شباب المحمدية من دور الربع بصعوبة. اللي كنتمناو بأن هذا الانتخاب اللي جاء على رأسه محمد بودريقة يمكن نتفائل ونبتعد عن كل ما له علاقة بالتشاؤم. إلى بغينا نوصلوا هذا الفريق ونعيده إلى سابق عهده فكل شيء ممكن، يعني لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس فريق الرجاء البيضاوي. جميع المكونات اللي تشرف على هذا الفريق فمن خلال التعاون ديالها، من خلال مد يد المساعدة والتعاون لبعضهم البعض. وكما جرت العادة فكاين هناك يعني سقطات ماشي غير في الدوري المغربي من خلال الفريق الرجاء البيضاوي، فأغلب الفرق العالمية عانت الأمرين من خلال وجود مشاكل في الإدارة ديال النادي، أو يعني أن الفريق اللي كان يعني يعرف في جميع المحافل الدولية خاصة في مجال كرة القدم، فربما هذا النادي العريق وقع في الخطأ من خلال يعني الممارسات اللي يمكن نقولوا لا مسؤولة من طرف بعض المحسوبين على فريق الرجاء البيضاوي. ولكن كل شيء يمكن الإصلاح دياله، فإحنا ماشي معصومين من الخطأ، ومن الخطأ نتعلم الصواب. يمكن بالتعاون بمد يعني جسور الإخاء وكل ما له علاقة بتغيير الأفكار سنساهم في إعادة هذا الفريق إلى الواجهة، وهذا شيء سيشرف كرة القدم المغربية، لأن فريق مثل فريق الرجاء البيضاوي فلا يمكن نسيانه أو المساهمة في
جعله يعود إلى مراتب متأخرة في البطولة، أو ربما النزول إلى قسم آخر. وهذا الشيء لا نريده لفريق الرجاء. نريد أن يعود فريق الرجاء إلى سابق عهده، ونتمنى له التوفيق. وأيضا نتمنى لمحمد بودريقة كل الأمور الجيدة. نتمنى له أنه يمشي مع فريق الرجاء إلى كل ما هو يعني يساهم في تطوير وإعادة البهجة على شفاه محبي فريق الرجاء البيضاوي. نقول من هذا المنبر للإخوة والأخوات لأول مرة يشاهدوا القناة ما يبخلوش علينا بالضغط على زر الاشتراك، وأيضا وضع واحد تعليق ولو بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا، باش نفكروا دائما نجيب لكم كل المواضيع الهادفة. وأيضا لايك وبارتاجيو هذا الفيديو مع لي ديالكم في جميع منصات التواصل الاجتماعي، في الواتساب، في الانستغرام، في الفيسبوك، باش يوصل لأعلى نسبة ديال المشاهدات. أقول لكم شكرا على مساهمتكم في تطوير القناة، وبفضلكم القناة بدأت تعرف تطور كبير. وأقول لكم دائما شكرا لكم، وأنتم دائما في القلب. وأتمنى لكم كل الأشياء الهادفة وكل الأشياء اللي كتعود عليكم بالنفع وبالتألق في المسار ديالكم. ومرة أخرى أقول لكم شكرا لكم وتحياتي، ونلتقي في فيديو قريب إن شاء الله. والله يعاونكم.